الانترنت في تونس جهنم وبئس المصير. من كانت تونس أول دولة عربية تعمل الانترنت ولات أخي بدولة توفره. واليوم باش نحكيو على تاريخ الصناعة هذه، وكيما نقولوا كالعادة جيب حاجة تاكلها خاطر فيديو اليوم ما يتعاودش مرتين. 1991 هو العام اللي دخل فيه الانترنت لتونس، واللي خلى بلادنا أول دولة عربية وإفريقية تدخل العالم الرقمي. والمزية ترجع لجامعة المنار، واللي كانت أول رابط للبلاد بالشبكة العالمية. صحيح كانت تجربة صغيرة عملوها أساتذة وباحثين، أما هي الشرارة الأولى اللي شدت انتباه الدولة. ومن وقتها وفي عام 1996 تونس دخلت العصر الانترنت، ولات متاحة للناس الكل. واللي برشا ما يعرفوهوش انه تونس كانت من اوائل 25 دولة في العالم تعمل الانترنت، قبل حتى دول اوروبية وروسيا بكبرها. يعني بلاد صغيرة في شمال افريقيا سبق الدول تسمى قوة تكنولوجية في الوقت هذاك. حاجة بالرسمي توري قديش البداية كانت طموحة وقوية. ملول التوانسة وخاصة الكبار منهم ما تقبلوش الحكاية بالساهل، وكانوا يشوفوها تضيع وقت. اما الجيل الصغير في الوقت هذاك شدها من اول نهار، وبدا يكتشف في عالم جديد جملة شات، منتديات، مواقع، العاب، وحتى تواصل مع ناس من دول ما سمعوش بها اصلا. في الوقت هذاك الانترنت ما كانش في كل دار. الببلينات كان هو الطريق الوحيد لبرشا ناس باش يتبعوا غرامهم، وبشوي بشوي الانترنت كان يدخل للدار التونسية أكثر وأكثر. أما التغيير الكبير هو مع ظهور الفيسبوك. تونس كانت من أوائل الدول العربية اللي تغرموا بالمنصة، وخاصة الشباب منهم. جروبات، نقاشات، تصاور وآراء كانت تتداول بحرية نسبية، بالرغم من الرقابة القوية اللي فرضتها حكومة بن علي في الفترة ذيك. والشباب التونسي ما يأسش، وبالعكس كل مرة يلقى طريقة أخرى باش يوصل صوته. ومن نهاية العقد الأول من الألفينات الانترنت في تونس ولا أكثر من ترفيه، ولا صوت الناس اللي ما عندهمش صوت، وفرصة لكل عبد باش يعطي رايه. ومنها ظهرت الفترة الذهبية لتونس، الثورة التونسية. مع الشباب والعقل اتحررنا، الشعب التونسي حر، المجرم هرب، بن علي هرب.